الحلقه مع الجزء الروحاني النادي الاهلي. حسام قلت لك لو سمحت ما احنا بنتكلم اهو، بقول لك الجزء الروحاني طيب. النادي الاهلي. ماشي. اقول لك ايه؟ طيب اول حاجه الاهلي اول مجموعه، ودي حاجه كويسه قوي. يعني انا شايف ان في ظل ان الاهلي بيمر بمرحله ممكن مش كويسه فنيا، ولكن هو قادر في مجموعه فيها فرقتين من شمال افريقيا وفريق سخيف جدا اللي هو كان الجيش الملكي. لا يانج افريكانز. انا فرقتين من شمال افريقيا مع يانج افريكانز. فمجموعه مش سهله على الورق، بتخلص اول. اعتقد دي حاجه كويسه جدا بالنسبه للاهلي. وجهه نظري لو هنتكلم هنتكلم على ماتش الاهلي والجيش الملكي، في كذا نقطه عايزين نتكلم فيه. تمام، يلا. اول حاجه سكور الماتش، الاهلي ما كسبش. تمام. واعتقد دي نقطه سلبيه. اللي انت تعادلت مع نفس الفرقه رايح جاي. الاهلي خسر في المغرب. تعادل هناك 1-1. تعادل هناك صح، اوكي. بس انا قصدي هنا انت ماتش كنت محتاج تكسب. والماتش اللي قبله لما كنت في الجزائر برضو انت عامل اداء ولا اسوأ وتعادلت بالظبط. الاهلي برضو خد بالك، الاهلي مش عامل النتائج الجامده قوي في المجموعه. الاهلي يعني هو كسب ماتشين فرقوا معاه، لكن نتائج الاهلي في المجموعه ما كانتش جامده قوي. الاهلي بالنسبه للمجموعه هو عارف يخطف اللي هو عاوزه وصعد بيه. ده حقيقي نظرا لعدم قوه باقي الفرق. هي اسامي فقط يعني. ماشي، بتقول الجيش الملكي، بتقول كان شباب القبائل ويانج افريكانز. واضح ان هم برضه مش في افضل مستويات الصراحه. لا، فالاهلي خد اللي هو عاوزه وصعد. بس يحسب ان هو الاول بالظبط يعني. دي نقطه مهمه جدا. ما اختلفناش. بس هنرجع بقى لمجريات الماتش. كان احداثه كتير جوه وبره الملعب. نبدا بالجمهور. تعالى انت لو هتسالني انا كمشجع، ده رد فعل طبيعي جدا من جمهور الاهلي. اللي حصل مع لعيبه الاهلي هناك في المغرب، انا كنت متوقع 100% اللي ده هيحصل مع اللي حصل هنا. بس الغريب بالنسبه لي، معلش يعني، واللي ورا الكاميرا يزعل مني في اللي انا اقوله، هو ازاي الامن سمح لكل الازاز الميه دي تخش؟ ده بالنسبه لي غريب. هو دايما بياخد منك ازاز الميه وانت داخل، ياخد الغطا. بس انت ياخد الغطا. طب ماشي يا عم. مش عارف هو ايه فكره؟ طب بالنسبه بقى موضوع الغطا ده، يعني محتاج اسال سؤال بجد. هو اشمعنى الغطا؟ عشان لما تيجي تحدفها الميه تقع فتنزل خفيفه. يعني هو بياخد الغطا عشان الميه ما تبقاش في الازازه، تبقى تقيله. بص، خلي بالك برضه استكمالا لحته الجمهور دي اللي حصل في المغرب من الجمهور المغربي في بطوله افريقيا. فهو الموضوع كذا على كذا مرحله. ماشي، بس انا برضه حته الخروج عن النص وناس يتقبض عليها والناس خرجت الحمد لله. ما انت بيحصل ده تصعيد كبير برضه. بس خلينا متفقين ان احنا كنا متوقعين ده هيحصل، والجمهور كان هيرد اللي حصل مع لعيبته هناك. خلينا نخش بقى الاحداث تاني. طيب ماشي، نتخطى بس يعني نتخطى الحته دي لان نتمنى السلامه. بس نتمنى السلامه للجميع. بص، الاهلي كده ما اعرفش هل هيتوقف، هل هياخد اي حرمان من المطوشه بدون جمهور. اللي استفاد من الموضوع بيراميدز هيروح يلعب الجيش الملكي بدون جمهور. اشمعنى؟ ما هم توقفوا، الجمهور موقوف عند الجيش الملكي. توقف. اوكي، بس اللي انا فهمته في حته الاهلي دي، قال لك القصه بتاعت رمي الازاز والقصه دي اخرها غرامه ماليه. لسه ما طلعش حاجه، بس لسه ما طلعش قرار. بس هو في الاخر انت برضه بتعمل موقف كان ممكن يضر الفريق. بس لو الاهلي ان شاء الله توقف عنه الجمهور ماتشين ولا حاجه ماشي باذن الله، فهيبقى ده انت ضريت النادي بتاعك ان شاء الله يعني. اكيد طبعا. طيب يعني ماشي، نخش بقى النقطه الثانيه، حلقه رمضانيه. طيب حاضر، نخش النقطه الثانيه. اعتذار بقى، اعتذار مهم جدا حصل من كابتن امام للجمهور. تمام. مقتنع بجد والله؟ عشان بس اقسم بالله مقتنع. هقول لك على حاجه، والله العظيم ما بقول كلام بوم لاجل السوشيال ميديا. انا اول مره اشوف اللقطه دي في النادي الاهلي، شفتها في الزمالك وانا مش نادي مبادئ ولا نادي قيم. اللي يعني اللقطه اللي انا اشوف كابتن وليد صلاح الدين ياخد امام عاشور من ايده وينزل يلف الملعب للجمهور ويقعد يتاسفين. انا قسما بالله اول مره اشوف اللقطه دي. كنت بشوفها في الزمالك لان انا طول عمري مش نادي مبادئ ولا نادي قيم ولا ببيع الجمله دي. بس شفت الاهلي بيعمل كده، دي صعبه قوي. غريبه، عيني ما كانتش مصدقه. فضلت اعمل كده كذا مره، لقيت وليد صلاح الدين وقلت ده مثلا ايه، ده عبد الواحد السيد ماشي مع امام عاشور، فنمت وصحيت برضه لقيت نفس اللقطه. يا عم بقى بص، هقول لك على حاجه. حاضر. انا بالنسبه لي لقطه ملهاش اي معنى. في الاخر والجمهور ذكي على فكره. الجمهور عايز اداء في الملعب، فهتعتذر ماشي، اهلا وسهلا، اديني اداء في الملعب، هتعمل اداء زي الفل، هرجع اشجعك لكن هتبقى انت ادائك متراجع هتني بهاجم. طب والله الكلام جد، بس انا اللي حصل ده غريب يعني كاعتذار. هل امام عاشور اجمد من ببيانات اجمد من رمضان صبحي؟ لا مش اجمد فنيا، اجمد من الحضري، اجمد من ناس كتير عدت على النادي الاهلي وكان بيديهم قرار انا لا انت مش هتخش النادي التاني لان انت تعديت على قائمه ومبادئ النادي الاهلي. بص معاك، من امن العقاب اساء الادب. بس انا عندي سؤال، هو ليه ده بيحصل؟ يعني
الموقف بتاع الماتش الاخير، مستوى الخناقه اللي بيحصل انا حاسه بره اطار الكوره تماما. اللقطه برضه حصلت في الدوري من كام ماتش مع اوفا، سوري مع اوفا، كان بيجري وحط له رجله كده شنكله، حتى حصل خناقه كده وكلام. ايه اللي بيحصل يعني؟ مش قادر افهم. وبعدين يعني وشي بي وي 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 لا يعني انا مش قادر افهم. هو اصلا حسين الشحات الفتره دي بيلعب قليل، مش اساسي، صح. بينزل يعمل مشكله. طب انت عايز توصل ليه يعني؟ مش عايز بقى تقول لي برضو، مش عايز اجي على نفس الكلام تقول لي طب بص فلان كان بيعمل ايه. لا احنا في ظاهره دلوقتي حاجه غريبه ملهاش معنى. بالظبط. وبعدين خناقات مع ناس مفيش مشكله معاهم، يعني مثلا مش في مثلا مشكله ما بين الاهلي مثلا والزمالك، فهتخانق مثلا مع لعيب في الزمالك او تتخانق مع لعيب في منافس، تحس خناقات ملهاش اي لازمه زي اصلا. ما قلت لك صحار، حد وقفه قبل كده واداله عقاب او اداله عقوبه عشان هو عمل مشكله فلانيه؟ للاسف لا. هل في مره هو لو خد في مره عقوبه على المواقف اللي هو بيعملها، معرفش، وبيشتم وبيعمل ويزق ويضرب من تحت لتحت، محدش في يوم من الايام ذكر اعلامي قال ده بيعمل كذا؟ ما شفتش شفت شوبير بيتكلم، شفت خالد الغندور كالعاده بيتكلم، بس برضه مش حد بالطريقه بينفذ. الكلام اللي هو ايه. نادي القيم والمبادئ ذات نفسه ما بيوقفش اللعيب بتاعه، ما بيدوش